نلتقي اليوم برحاب محكمة الاستئناف بأكادير في إطار افتتاح السنة القضائية الجديدة 2016، وهي مناسبة وعرف وتقليد مكرس في المحاكم ابتداء من محكمة النقد ومحاكم الاستئناف بالمملكة السعيدة. نلتقي في هذه المناسبة من أجل تقييم حصيلة سنة قضائية مضت اللي هي سنة 2015، والوقوف على ما تم تحقيقه من نتائج وحصيلة إيجابية، وأيضا رصد مكامن الخلل التي حلت دون تحقيق أفضل النتائج، من أجل وضع خارطة طريق لتجاوز هذه المكبات وهذه المعضلات، من أجل تحقيق أحسن النتائج حتى تكون العدالة في خدمة المواطن كما أرادها القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا تقليد ديال افتتاح السنة القضائية بعد ما كيأذن صاحب الجلالة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقد بافتتاح السنة القضائية تبدأ جميع محاكم الاستئناف بالافتتاح، تستعرض فيها المنجزات ديال المحكمة وتستعرض المشاكل التي تعوق سير العمل. في هذا الإطار افتتحنا هذه السنة بالدائرة الاستئنافية ديال أكادير، وانتم كما سمعتوا الحمد لله راه كاين واحد المجهود كبير كيبذلوه الساده القضاة ديال الدائره كلها والساده الموظفون اللي كنتمناو نحققوا ما يطمح له جلاله الملك والشعب المغربي ليبقى القضاء في خدمه المواطن. وهذا الشيء كما قلت في الكلمه ديالي لا يتاتى ولن يتاتى الا بالتعاون ديال جميع الفاعلين في القطاع. سيد الرئيس، كيفاش كتقيموا الاداء ديال الدائره القضائيه ديال اكادير بالنسبه للسنه الماضيه؟ الاداء جيد جدا بالمقارنه مع السنه الماضيه، وهذا الشيء كله كما قلت بفضل اولا المجهودات ديال العاملين، وكذلك ما نساو الدعم ولا المجهودات اللي كتبذلها وزاره العدل، الاداره المركزيه وزاره العدل تحت اشراف السيد وزير العدل، لانها وفرت جميع الوسائل الماديه للمحاكم. كيبقى الجانب ديال القاضي والموظف، والحمد لله كما شفتوا في الاحصائيات راه قاموا بما يجب. نتمنوا نكونوا عند حسن ظن صاحب الجلاله وظن ونرضيو المواطنين.